السلام عليكم، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جيت اليوم ان شاء الله نشارك معكم حلوه الهلال كتجي رائعه وزوينه وهشيشه ورطبه. كيف ما كتشوفوا معايا عندي كاس ديال الزنجلان حمرته غير شويه في المقلاة، وعندي كاس ديال الكاوكاو حتى هو حمرته وهرمشته، ونص كاس ديال زيت المائده، وتقريبا كاس مع مرص ديال السكر كلاصي، وعندي الفرماج المثلث، وعندي 250 غرام ديال الزبده، وعندي تقريبا 600 غرام ديال دقيق فورس، واحد خماره ديال الحلوى، وواحد سكر فاني. تقدروا ديروا اي شكل ديال الزبده ديال الحلوى. كناخذوا الزبده وكندوبوها مع السكر الكلاصي بيدينا، وكنبدا نوضع الفرماج المثلث. كنديروا 5 الفرماجات، صافي كيف ما شفتوا معايا. كنوضع دابا الزنجلان، كاس ديال الزنجلان، وكنخلطهم مع الزبده والفرماج والسكر، وكنوضع كذلك كاس ديال الكاوكاو مهرمش، كيف ما شفتوا كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان، تذوب لينا الزبده مزيان هي والسكر السكر كلاصي. كنوضعوا نصف كاس ديال الزيت حتى هو كنخلطوه معاهم مزيان، وكنوضع واحد السكر فاني، صافي. وكنخلطوا كيف ما شفتوا مزيان العجينه المقادير اللي درنا صافي. وكنبدا نوضع الدقيق بشويه بشويه، نحاول نجمع، ما نديرش دقيق بزاف، ونشوف انا كندير في الدقيق وانا كنشوفه باش ما تقصحش ليا العجينه، تكون خفيفه ما قاصحه ما رطبه، تكون العجينه خفيفه رطيبه. وكن ندير واحد خماره ديال الحلوى كنخليها هي الاخرى، صافي. وكنجمع العجينه، وكيف ما قلت لكم الدقيق كنوضعو، وكنشوف بيديا العجينه تكون تبقى ليا رطبه ما تكونش قاصحه. صافي كيف ما شفتوا معايا هي العجينه تجمعات كتجي رطيبه. كنقيسها بيديا كنلقاها رطيبه وخفيفه.
صافي البنات كيف ما شفتوا معايا كنعرضها من التحت وكنرققها من الفوق باش ملي نحطها ما تطيحش ليا الحلوى، وكندورها على شكل الهلال. كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل. صافي كنبقاو على هاد الطريقه كيف وريتكم، كتجي على شكل الهلال، وكنبقاو هكا حتى كنكملوا الطاوه ديال لاطه ديال الحلوى ديالنا، ديال الحلوى كامله على هذا الشكل، وحتى نكملوا العجينه ديالنا كامله ونوضعوها في الفران. صافي من بعد ما سالينا الطاوة ديالنا غندخلوهم بالفران ونوضعوهم بدرجة الحرارة 180 يطيبوا من التحت ومن الفوق، ونحاولوا ما نخليهمش يتحمروا بزاف، تبقى شويه ما بين وبين ما محمراش بزاف. صافي من بعد ما خرجناها من الفران كنديروا ليها السكر كلاصي وتكون سخونه باش كيلصق فيها السكر كلاصي. صافي هذا كيف ما شفتوا معايا البنات، كنتمنى انكم تجربوها، كتجي زوينه وسهله التحضير، تكون ديما في الدار كما كتعرف كيجي يدخل داك شي حيت غلافله تلقاها موجوده وسهله التحضير ما فيهاش زعما العذاب. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، راه كتجي رطبه وهشيشه. صافي كنبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا الحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران في التفناد كيف قلت لكم تكون سخونه. وكنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، واللي دخل عندي جديد ما ينسانيش بالضغط على الجرس وبالاعجاب. وكنشكركم بزاف على المشاهده وعلى الدعم ديالكم وعلى الكومنتيرات الزوينين ديالكم. ومع السلامه المره المقبله ان شاء الله، وكنتمنى انكم تشجعوني باش نبقى ديما نعطيكم الجديد.